وبعد اللي حصل ده وانا كنت قاعده في الاوضه وزعلانه جدا، وكل لما افتكر كلامه ليا اتضايق اكتر ويكون هين عليا ان انا اخنقه. يا باي عليه، بيحب يستفزني، انسان غريب جدا ومتحكم وعايز يفرض شخصيته وخلاص. ده ايه الهم اللي انا فيه ده؟ ما كانتش حته قصه اللي هيوجع لي دماغي بيها، بس الحق عليا انا ما كانش ينفع ادخل نفسي في المتاهات دي كلها. انا كنت المفروض افضل في الكوخ اللي انا عايشه فيه وخلاص، ومش بس كده، لا، انا كنت اسيب المملكه كلها واخلص. وبعد كده دخلت عليا مرجانة صاحبتي ولقيتها بتقولي في ايه بقى؟ انا حاسه ان في حاجه غريبه والوضع ده مش تمام، المملكه كلها مقلوبه. انت عايزه ايه مني؟ ثم انا مالي ومالي المملكه؟ هو انا كنت الملكه ولا حاجه؟ اسكتي، ده مسرور بيقولي ان الملك هيتجنن علشان يعرف بقيه القصه، وحاسس انه شويه وهيؤمر انه يقتلك علشان انتي بارده وبقالك يومين ما رحتيش تحكي له حاجه. يا سلام، مش هو اللي امرني ان انا افضل حبيسه في اوضتي؟ يبقى عايز يحط اللوم عليا بعدها ازاي؟ ولا هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى؟ بطلي هبل بقى، ما انت عارفه اللي فيها. هو ايه هو اللي فيها؟ ان شاء الله انا معرفش حاجه. المملكه كلها عارفه ان السلطان شهريار بيحبك ومعجب بيكي، والكل بيقول كده علشان خاطر كده هو ما امرش مسرور يعمل معاكي كده زي الراويات اللي قبلك. انت بتتكلمي بجد؟ والله بتكلم بجد، وانا اللي فاكره انك لماحه وهتلقطيها وهي طايره طلعت حلوفه كبيره. بطلي كلامك ده، بس انا دلوقتي سمعت وبعد السمع لازم اتاكد، ورحت طلعت اجري على اوضه السلطان. شهرزاد، اخيرا بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد ان تكمله الحكايه بتاعت ابطالنا كالتالي. ملك يا بنت انتي، هو في ايه؟ ده هو يا جدعان، هو مين ده يا بنتي؟ ده كان دايما بيجيلي في احلامي والله العظيم. شكرا، لا داعي للتصفيق، انا عارف ان انا بنور احلام اي حد. نعم يا روح ماما، بتنور ايه؟ اهدى يا وحش الكون. اهدى ايه؟ هو انت مش شايف بيت برطم بتقول ايه؟ قاعد بتشوفه في احلامها، والسكح ده بيقول ان هو بينور احلام اي حد. انا اقسم بالله ماسك نفسي بالعافيه عني كريم. وانت مالك بيا يا هارون؟ ثم انا عصبتك في ايه اصلا؟ ما تهدى شويه يا جدعان، كده ما ينفعش، وخصوصا يعني اننا في مهمه، فاللي انتوا بتعملوه ده مش صح خالص على فكره. عاقل يا ناس، ده ايه الادب والاحترام الغير متوقع ده؟ هو انتوا جايين لي ليه؟ ها، ما تخلونا نخلص من الحوار ده، عشان انتوا الاربعه كده شكلكم قطع كسح كسل، وانا بصراحه كده مش فاضي، عندي حنه البت شيماء ومحتاجه اروح اعمل اضاءه بتاعه الحنه والفراشه. جلالة السلطان يأمرك أن ترشدهم إلى محطة النور وتقف معهم إلى حين الانتهاء من إصلاحها. كلام معقول، كلام موزون. خلاص يا أمبير انت وفولت، اتكلوا على الله، الليلة دي عندنا. يعني انتوا جايين وعايزين مساعدة وكمان بتتعنطزوا، ده ايه أصله ده يا جدعان؟ بقولك ايه، أنا مش ناقص غتاتك، ولو عندك حاجة تساعدنا بيها انجز يلا وقولها، وإلا ناخد بعضنا ونخلع من هنا. حكما ان نخل ايديا وايدي سابقة تفكيري. لا خد وقتك خالص يا نور انت، ولو عايزنا نقعد معاك اكتر من كده انا ما عنديش اي مانع. مسكتها من قفاها وقلت لها وانت غاويه تعب وخلاص، ولا غاويه تاخدي بالقلم على وشك ده عشان انت انسانه مستفزه وبارده برود السنين؟ يوه، وانا مالي يا لمبي؟ هو انا عملت حاجه؟ ثم نزل ايدك من على قفايا، ضرب الوش ما فيهوش معلش. انتوا ايه نائر ونقير؟ انتم عايزين ايه بالظبط؟ علشان انا حاسس انكم مش ناويين تخلونا نخلص من اللغز والليله دي كلها. هيكتور معاه حق، وممكن بقى يا استاذ لمبه منوره انت تقول لنا فين المحطه اللي المفروض نصلحها؟ ما تزقش في الكلام بس، وبعدين تعالوا ورايا وانا اعرفكم هي فين. وفعلا مشينا وراه لحد ما وصلنا للمحطه. خلوا بالكم المحطه دي مركونه بقالها زمان قوي وما بتديش اي نور نهائي. جبنا عمال وصناع وناس كتير قوي عشان خاطر يحلوا الليله دي، وبرضه مفيش اي تغيير ولا تجديد نهائي. بايظه يعني بايظه. حتى انا على الرغم من مهاراتي وقدراتي الا اني برضه معرفتش احلها، فاسيبكم بقى معاها يمكن تلاقوا حل. استنى قبل ما تمشي، احنا هنصلحها ازاي؟ هي مش محتاجه ادوات ومعدات والليله الكبيره دي؟ سؤال حلو ومنطقي، بس للاسف مفيش ليها اي آلة او اي حاجه ممكن تساعد غير العقل والنور. يلا بقى سلام عليكم. والنبي حلو وسابق سنه، كان دايما بيجيلي في الاحلام. بصيت لها وكنت مكشر. يا ساتر يا رب، ايه الكابوس ده؟ خير يا عم الحاج، انت بتبصلي كده ليه؟ انت ايه يا شيخه؟ انت ايه، ما عندكش اي احساس خالص؟ لا عندي، بس يعني مش كتير. ليه، انت محتاج حاجه؟ يا مثبت العقل في الدنيا يا رب، ما تشوف لنا حل يا حاج هيكتور، عشان انا خلاص على اخر اقسم بالله. ما هو لو تسكت وتبطل زعيقك معاها كده عماله على بطال كان زماننا وصلنا لحل. يا ريت فعلا نوصل لحل، عشان انا بجد زهقت ومحتاجه اخلص من كل اللي احنا فيه ده. والاهم بقى من ده كله ان ماما وحشتني خالص وعايزه اروح ليها. البت مشاعرها مرهفه. يا اخويا مرهفه، هو مالكش دعوه بقى. انت هتقلب علينا ولا ايه يا حاجه رنا؟ الهرمونات بدات تشتغل ولا ايه؟
هرمونات ايه يا بنت انتي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. اوعوا كده، انا اللي اشوف الآلة دي واعرف هي فيها ايه ونخلص بقى من ام المملكه دي. وبعد كده رحت عند الآلة وقعدت ابص فيها وحاولت امسك اي حاجه منها واعدلها، بس لا حياه لمن تنادي. اخر ما زهقت منها رحت ضربتها برجلي. يا ساتر عليكي، ده انت آلة بارده جدا. ده ايه البواخه دي؟ ده انت حاجه صعبه قوي يا شيخه. التطاول على الآلات زي البيبي في مكان تاني غير الحمامات. شدي السيفون بسرعة، شدي السيفون يا رنا. ايه ده؟ انتوا سامعيني اللي انا سامعاه؟ الآلة بتتكلم. انا خايفه قوي. دلوقتي خايفة وما خفتيش وانت بتضربيني برجليكي اللي تتزغط دي؟ هي الآلة دي ايه بالظبط؟ آلة حمص الشام ولب ولا ايه؟ ولا آلة برعاية خالتي لتاتة؟ مش هرد عليكي يا غيورة انت. وعلى رأي المثل غيري مني وولعي، صعب جدا تلمعي لان مستحيلة قبل ستك انت اخرك تسمعي. دي آلة محتاجة نقابة المهن الموسيقية. ايه يا جدعان، هي كل حاجة هتتكلم هنا ولا ايه؟ يعني هي جت على حظ ارمط ومش هتتكلم؟ ما كل اللي في المملكة والممالك اللي حواليها بيتكلموا، جت عليا انا ولا ايه؟ لا يا ستي ما جاتش عليكي، بس يعني عايزين نعرف انت زعلانه من ايه، وايه اللي يخليكي تتضايقي كده وما تشتغليش. اهو متضايقه كده وخلاص. وبعدين انا لا ليا لا حبيب ولا قريب ولا غريب يسأل عليا، علشان كده قلت وايه بقى لازمته الشغل؟ ملهوش اي لازمه خالص وبس كده. ومن يومها وانا عطلانه. في ايه مالكم واقفين كده ليه قدام السنيوره؟ هي اسمها سنيوره يا سريع؟ السنيوره للنقل والتوزيع، والعين صابتنا ورب العرش نجانا. الحلوه للسياحه عروسه مرتاح. انت هتعمل عليا نمره يا سريع؟ اشحال لو اخرك متقطع وجنبك طبق ملوخيه. يا رب نخلص بس من الحكايه دي وكلام سرسجات الممالك ده. وانت يا ست آلة قولي لنا عايزه ايه بالظبط عشان تتصلحي. عايزه افتح عيني واغمض الاقي نفسي حلوه علشان اتجوز شاب يكون 35. تتجوزي شاب 35 سنه؟ ده انت عايزه تتزيتي يا ست انت. اقسم بالله احنا خلقنا على قدنا ومش ناقصه قرف بقى. انت بتزعق لي كده ليه؟ طب ما اناش متصالحه وهفضل كده على طول. ايه رأيكم بقى؟ ده انا فكك صامولة صامولة. انت هتشوفي نفسك علينا ولا ايه؟ لا انا ما بحبش كده ولا اسمح لاي حد بكده خالص. اهدى على نفسك يا هكتور. وبعدين المكنه ما غلطتش، هي قصدها كله يعني انها عايزه تتجوز، وده من حق اي حد على فكره. عارفه انت لو تسكتي انا هرتاح خالص ومزاجي هيبقى 100 فل و10، لكن طول ما انت بتقولي الكلام ده هين عليا نط في كرشي. انت تاني؟ ده انت عجيب قوي يا اخي. ممكن نهدى شويه؟ انت هتروحوا اخر الطريق ده هتلاقوا شجر حبل واسلاك وحاجات من دي. عايزكم تجيبولي فيشه وسلك وتعالوا، بس الفيشه لونها ابيض في ذهبي. يلا انجزوا. ضربت رجلي في الارض. هو احنا مش هنبطل اوامر ولا ايه؟ واخدت بعض ومشيت وهم ورايا. وبعدين يا لوزة ولا قبلين يا سريع؟ انت هتفضلي كده ولا ايه؟ هفضل كده. وانت مالك؟ ملا لما تشعوط ودانك يا شيخه. انت ايه يا بت؟ انت مستفزه ولا مستفزه؟ الحق عليا اني جايه اكلمك واشيل همك. طلعت جزمه ما تستاهليش. شوفوا بيغلط ازاي يا جدعان. ولو هبيت فيك دلوقتي يا سريع هتعمل ايه؟ اوعي تنسى انا مين. ده انا سريع، يعني لا سجن يلم ولا حكومه تهم. فخلي بالك بقى من الكلام علشان بيزعل ياما. ماشي؟ واقول لك انا مش هتكلم معاكي خالص لحد اما الشباب يجوا. وخليك انت كده بقى عامله زي مرات الاب، محدش هيعبرك خالص. انت بتقول لي انا الكلام ده يا سريع؟ هو انا اخاف منك ولا ايه؟ وفجاه نفخت الآلة وطلعت باب اسود على سريع خلاه زي الفحم. شكرا يا مصر. انا عايزه امشي من هنا يا رب، والله يا رب ما بقتش قادره استحمل. يا ساتر، طول عمرك بتحبي تشكي وتبكي يا ريم. ده ايه الهم ده يا ربي؟ بنت انتي اسكتي بدل ما اقوم اولع فيك. نسيب الليله اللي احنا فيها دي كلها ونمسك في بعض وتولع المملكه وابوكي منك ليها وهتفضلوا محبوسين هنا. هو انت بتكلمنا كده ليه؟ والله هنط في كرشك. البت طلعت شرسه يا اسطى. ما بلاش انت عشان ما طلعش جناني عليك. انا ساكته من ساعتها، لكن اقسم بالله اللي هيجيلي على طرف لا هكون مقطعاه. ما تبلعي لسانك يا بت انت ولا هو تعبان. الحقوني هموت. وبكده خلصت الحكايه النهارده يا مولاي. انت فاكره اني هسيبك من غير ما تكملي؟ يا مولاي، هتسيبني لغايه ما احكي كل حاجه في وقتها، لان انا لسه مخصماك ومش هكلمك دلوقتي خالص. انا جاي احكي وبس عشان اخلص من المهمه اللي اتحطت في قرابيزي دي. انا مهمه واتحطت في قرابيزك بقى؟ هو ده تفكيرك يا شهرزاد؟ تصدقي ان انا اللي غلطان من الاول ان حطيتك في المكانه دي؟ مسرور سيبني لبكره الله يخليك. بصيت لها بشر وقلت